وقعد بيقول ايه ده بقي راح فين؟ بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد للآب والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. النهاردة هنحكي حكاية قديس اسمه أبونا إبراهيم البسيط. يعني ايه البسيط؟ البسيط ده اللقب بتاعه، يعني حد بيفكر كده بطريقة بسيطة خالص، حد ما بيقعدش بقى يفكر كتير، وما بيقعدش يقعد يحسب كل حاجة. لا، حد بسيط خالص بيتعامل كده بمنتهى البساطة وبيتعامل بهدوء كده، عشان كده سموه أبونا إبراهيم البسيط. ده كان أبونا في الكنيسة زي أي أبونا موجود، بس هو كان قديس عظيم قوي. ليه؟ ليه بقى؟ هنحكي حكايته ونعرف دلوقتي. أبونا إبراهيم البسيط ده كان الأول راجل كده بيشتغل صباغ، يعني يقعد يحط القماش أو يحط الحاجة اللي هو هيصبغها في اللون، فتطلع باللون اللي هو عايز. يعني مثلا لو في بنطلون لونه أزرق يحطه في اللون الأسود يطلع البنطلون أسود، وهكذا. فهو كان بيشتغل صباغ. المهم كان اسمه اسكندر، كان راجل طيب خالص وكان بيحب ربنا قوي. وبعدين الناس كانوا عايزين أبونا يترسم، فراحوا قالوا للأسقف بتاع البلد، قالوا له يا سيدنا احنا عايزين نخلي عندنا أبونا. قال لهم طيب ندور على حد حلو وكويس نرسمه أبونا. قالوا له احنا عندنا واحد طيب خالص وجميل اسمه اسكندر. قال لهم طيب هاتوه. فعلا سيدنا جابه، لقى راجل طيب وحلو خالص ورسموا أبونا. بعد ما اترسم أبونا، كان في القرية اللي هو فيها أبونا ما كانش عندهم كنيسة. ففي مرة راح كنيسة لماري مرقس ولقى صورة ماري مرقس هناك. هو كان بيحب ماري مرقس قوي، وقف يتكلم مع ماري مرقس وبصص للصورة وقال له يا ماري مرقس، طالما انت حلو كده ليه ما تجيش عندنا في القرية بتاعتنا؟ احنا نفسنا نكون انت في القرية بتاعتنا. روح بالليل ونام، وهو نايم لقى نور كتير كتير خالص، ولقى ماري مرقس. قال له ازيك يا ابونا؟ فرح جدا جدا وقال له يا ماري مرقس انت جيت؟ قال له بنعمة ربنا هيبقى عندكم كنيسة باسمي في القرية بتاعتكم. وراح قال له على الحتة اللي هيبقى يتبنى فيها الكنيسة وعلى المقاسات بتاعتها كمان. فابتدى أبونا إن هو يلم فلوس عشان يبنوا الكنيسة. قعد يلف على الناس كلها عشان يلم فلوس، لأن ما كانش معاهم فلوس عشان يبنوا الكنيسة. لازم هيحتاجوا طوب كتير ورملة وأسمنت وحاجات كده كتير قوي عشان يبنوا الكنيسة. فقال لازم نجمع فلوس. ابتدى يلف على الناس كلها علشان اللي معاه فلوس يحط شوية صغيرين يديهم لابونا عشان يبنوا الكنيسة. وفضل يلف يلف يلف. وبعدين وهو بيلف في مرة من المرات عشان يجيب الفلوس، جمع مبلغ كبير خالص. مبلغ يعني فلوس كتير، مبلغ من الفلوس يعني. جمع مبلغ فلوس وحطه معاه في كيسة كده صغيرة، وراح حاططها في جيبه. بس للأسف مين شاف أبونا وهو بيحط الفلوس في جيبه؟ مين؟ حرامي شاف أبونا وهو حاطط الفلوس في جيبه. قعد يفكر الحرامي الوحش ده، يا ترى أسرق الفلوس ازاي، وعايز يسرق الفلوس من أبونا. فضل ماشي ورا أبونا، وأبونا طبعا مش واخد باله منه. وبعدين لقى أبونا بيركب مركب. كان زمان لما يجوا يعني يعدوا النهر النيل ما كانش فيه كوبري. يعني دلوقتي فيه كوبري فوق نهر النيل عشان يعدي من الناحية دي للناحية التانية، لكن في حتت معينة مش بيبقى فيه كوبري. فكانوا بيعملوا يجيبوا مركب صغيرة يسموها معدية اللي هي جاية من يعدي، يعني كأنه بيعدي من الناحية دي للناحية التانية.
فابونا ركب المركب دي اللي هي المعدية او مع ناس كتير خالص عشان يروحوا من الناحية دي من النهر للناحية التانية. راح الحرامي ركب المركب مع ابونا ومع الناس اللي ركبت، وبعدين المركب اتحركت وهم في المية. راح الحرامي قعد يصوت ويصرخ: فلوسي فلوسي، انا اتسرقت يا ناس، انا اتسرقت يا ناس، انا مش لاقي فلوسي. الناس تقوله: في ايه يا عم انت، مالك؟ ايه يا عم انت، في ايه؟ قال لهم: انا اتسرقت مش لاقي فلوسي. قالوا له: مين اللي سرقك طيب؟ قال لهم: معرفش، انا كنت حاطط كيسة لونها احمر وفيها الفلوس في جيبي. هو بيتكلم على انهي كيسة؟ اللي مع ابونا، صح؟ قال لهم: انا كنت حاطط كيسة لونها احمر في جيبي وفيها الفلوس، دلوقتي مش لاقيها، انا ماليش دعوة، انتوا لازم كلكوا اللي في المركب تتفتشوا، واللي هيلاقي معاه الفلوس يبقى هو الحرامي. طبعا مين قاعد وسامع؟ ابونا. ابونا عرف ان الراجل ده حرامي. بس في نفس الوقت لو ابونا تفتش ولقوا معاه الكيسة هيبقى ابونا شكله وحش خالص والناس يقولوا ابونا حرامي. ابونا قعد يفكر: يا ترى اعمل ايه؟ بس عشان احنا قلنا ابونا كان اسمه ابونا ابراهيم البسيط، يعني ابونا بسيط خالص. فراح قال: خلاص. راح كلم ماما العذراء وقال لها: يا ماما العذراء، يرضيكي كده يعني ان انا يتقال عليا حرامي، وان ابونا اللي في الكنيسة يقولوا عليه ان هو حرامي؟ لا يا ماما العذراء، ما ينفعش. وراح واخد بالراحة كده الكيس من جيبه وراح عمل رماه في المية. فما هو قاعد في المركب وجنبيه المية، راح رامي الكيس في المية. فخلاص كده الكيس مش بقى مع ابونا. فراح الراجل ده قعد يفتش كل الناس اللي في المركب، وقال بيمثل كمان ان هو عايز يفتش ابونا. الناس قالوا له: انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه؟ عايز تفتش ابونا كمان؟ قال لهم: هو ابونا ده مش واحد راكب في المركب معاكو؟ قالوا له: ايوه، بس ابونا هيسرقك يعني. قال لهم: ماليش دعوة، احنا هنفتش الناس كلها بما فيهم ابونا. فراح قال له: خلاص يا عم، خليه يفتشني. طبعا الحرامي يدور هنا مش لاقي، يدور هنا مش لاقي، يدور هنا مش لاقي، يدور هنا مش لاقي. الراجل اتجنن: انا شفت ابونا وهو مع الكيسة الحمراء اللي فيها الفلوس، راحت فين؟ راحوا الناس قالوا له: بقى انت عمال تفتش فينا وعمال تبهدلنا وابونا كمان فتشته، هو انت ده انت شكلك بقى انت اللي حرامي. وراحوا مسكوه دب 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 ضربوه لما دغدغوه. ابونا طبعا طلع مش هو الحرامي قدام الناس، بس في نفس الوقت ابونا كان زعلان جدا عشان الفلوس اللي معاه ضاعت في المية. فابونا كان زعلان خالص وروح بيته وهو زعلان. وراحت تسوني مراته قالت له: مالك يا ابونا زعلان ليه؟ قال لها: مفيش. وراح ابونا دخل وهو زعلان عشان ينام. وبعدين بعد لما نام راح دي راجل صياد، راجل طيب خالص بيحب ابونا قوي. راح لقى سمكة كبيرة قوي اصطادها. قال: بس طالما السمكة دي كبيرة قوي كده انا لازم اديها لابونا عشان هو بيحب ابونا قوي. راح اخد السمكة وراح موديها عند ابونا في البيت. راحت مرات ابونا اخدت السمكة وقالت له: شكرا يا عم. حاولت تديله فلوس، قال لها: لا، انا مش عايز فلوس، دي بركة، انا عايز اخد بركة ابونا. وراحت اخدت السمكة منه وراحت عشان تنضفها. وهي بتنضف السمكة لقت جوه السمكة كيس احمر وجوه الفلوس. راحت صحت ابونا قالت له: يا ابونا انت فين الكيس الاحمر بتاعك؟ قال لها: كيس احمر؟ عرفت منين القصة دي؟ قالت له: بس قولي، بس
قال لها ما ضاع في المية خلاص. قالت له لا ما ضاعش، الكيس الأحمر كان في بق السمكة، الراجل جاب لنا السمكة وجواها الكيس الأحمر اللي فيه الفلوس. أبونا قال لها بجد؟ قال لها متشكر يا ماما العذراء، متشكر خالص. ماما العذراء خلت السمكة تبلع الكيس والراجل يصطادها يديها لإيه؟ لأبونا. علشان كده أبونا كان بيحب ماما العذراء قوي، ودايما يتشفع بيها. وفي مرة من المرات أبونا كان برضو بيلم الفلوس، وبعدين جه يعدي ما لقاش مراكب. يعمل ايه؟ طب والناس كلها واقفة هنا وواقفة هنا. راح قال للناس، قال لهم هو ليه مفيش مركب؟ قالوا له يا ابونا ما هي المركب دي عشان تمشي لازم يبقى فيه شوية هوا عشان يحركوا الشراع بتاع المركب، فما فيش دلوقتي هوا فما فيش مراكب شغالة. قال لهم طب وبعدين هنروح ازاي؟ احنا عايزين نعدي الناحية التانية من النهر. قالوا له ما فيش بقى، هنقف نستنى، هنعمل ايه؟ أبونا راح عشان هو اسمه أبونا إيه؟ إبراهيم البسيط. راح أبونا مطلع من جيبه منديل كده، بس كان منديل قماش، راح مطلعه وراح فرده على وش المية بتاعت النهر، وراح راشم عليه الصليب. وراح أبونا في القداس بيقول حتة كده اسمها إيه؟ من أجلي أنشأت البحر، يعني يا بابا يسوع انت عملت البحر علشاننا. فراح قال لبابا يسوع من أجلي أنشأت البحر، وراح راشم الصليب على المنديل، وراح ايه؟ عمل حاجة غريبة جدا، بس دي طبعا ما ينفعش حد يجربها لأن دي معجزة. راح وقف برجليه فوق المنديل اللي هو محطوط على ايه؟ على المية. المنديل بقى كده كأنه ايه؟ كأنه عامل زي الخشبة كده، بقى ناشف. المنديل قماش بقى ناشف وايه، وفضل أبونا واقف فوقيه. ابتدى المنديل يتحرك فوق وش المية تك 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 لحد لما ابتدى يمشي يمشي يمشي، بقى في وسط النهر، بقى جوه كمان شوية، راح عدى الناحية التانية. الناس واقفة، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الناس مبلمة، واحد بقه وقع، واحد بيقول ايه ده؟ ايه ده بقي راح فين؟ كل الناس مبلمة. قالوا ايه ده؟ طبعا الناس استغربت خالص من اللي عمله أبونا ده، وكلهم رشموا الصليب وقالوا المجد ليك يا رب، لأن دي معجزة مش ممكن أي حد يعملها. لو أي حد جاب منديل قماش كده المنديل هيتبل، وأول ما يحط رجله عليه المنديل يغطس جوه المية، صح؟ لكن دي معجزة. عشان كده أبونا ده كان اسمه أبونا إبراهيم البسيط. أبونا إبراهيم كان بيعمل معجزات كتيرة قوي. كان ناس تعبانة يصلي لهم يخفوا، وكان ناس عندهم مشاكل يحلها. وفي مرة من المرات وهو كان مروح بيته، كان الدنيا ليل مش لاقي حاجة توصله. الناس قالوا له يا ابونا استنى، هتروح بس ازاي دلوقتي؟ قال لهم ايه؟ مفيش مشكلة، ربنا هيبعت دلوقتي عربية تيجي تاخدني. وهم بيتكلموا لقوا العربية ايه؟ جت. بس الراجل مرضيش يقف، كان راجل مش حلو. لما لقى أبونا ايه واقف قال لا مش هركب أبونا، وفضل ماشي. راحت العربية عطلت، العربية يجي يدورها ما بتدورش. العربية ماتت ولا ايه؟ يا عربية قومي. مفيش، العربية نايمة خالص. راح الراجل قال بس ده أكيد عشان أنا مرضتش أقف لأبونا. راح رجع بسرعة لأبونا على رجليه وقال له يا أبونا سامحني. قال له أسامحك على إيه يا ابني؟ أنت عملت لي حاجة؟ قال له ما هو بصراحة يا أبونا لما شفتك واقف مرضتش أقف وأركبك، بس أنا العربية عطلت وعمرها ما تعطل بالطريقة دي كده خالص، دي نامت خالص يا أبونا. قال له طب خلاص معلش،
روح شغلها وامشي ومفيش مشكلة. قال له لا يا ابونا لا، انا مش همشي الا لما قدسك تيجي معايا وتركب العربية ونمشي سوا. قال له بس انا هتعبك كده، انت هتوصلني؟ قال له ايوه يا ابونا هوصلك، ده انا اخد بركة. وفعلا راح ابونا ركب معاه، راحت العربية دورة فون 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 فون، راحت العربية مشيت على طول. فضل أبونا يعمل معجزات كتيرة خالص، ولغاية دلوقتي أي حد يقف معاه مشكلة يقول له يا أبونا إبراهيم البسيط بصلواتك وقف معايا وساعدني، المشكلة دي على طول تتحل. وبقى قديس جميل خالص، راح عند بابا يسوع من القديسين اللي في كنيستنا الجميلة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وفي آخر الحلقة مش هننسى نسلم على أصحابنا أصدقاء حلقة النهاردة: سيريل مينا، دانيال القس أبرام برسوم، جون القس أبرام برسوم، رفائيل وسيم، رافاييلا وسيم، كيرلس مينا سعد، جويس مينا سعد. ولو عايزين تكونوا من أصحاب الحلقات الجاية ابعت لنا في الكومنت اسمك والمكان اللي انت منه، ونحب نشوفكم دايما مع إصدارات كوبتك سمارت كيدز ذكية ومليانة باللعب والمفاجآت والحاجات اللي بتعلمنا عن طقس الكنيسة والقديسين والأسرار. نشوفكم الحلقة الجاية، باي باي.